ضجيج الحياة وتداخل الأفكار والتفكير وتواتر الخواطر ومواقف توثيق الكثير من حكايات غامضة وغير مفهومة من شعور من ضل من فكرة من لون في فوضى حزن يتوالد النور لتمنحنا الحياة مساحة كبيرة لحكاية جديدة من حكايات الأديب خالد محرم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم في حكاية جديدة من حكاية الأديب خالد محرم، وهي حكاية أغنية وحوي يا وحوي إياحة وارتباطها بشهر رمضان. البداية كانت عند المصري القديم عندما طرد المصريين الهكسوس، وكان هذا يوم عيد، ويوم التحرير أصبح عيدا، وقد استقبلوا فيه الملكة المصرية العظيمة إياح حتب بالمصابيح، وغنوا لها باسمها، وإلى اليوم لسه بنغني هذه الأغنية، بل أضافوا إليها بعض الكلمات التي توحي بها، وهي تخليدا لذكراها. وحوي يا وحوي إياحة معناها أهلا بالقمر، مرحبا بالقمر. وبقيت أشهر أغانينا المصرية المرتبطة بشهر رمضان لما غنينا به لإياح حتب بالذات، لأنهم هم اعتبروها الملكة العظيمة الذي شجعت زوجها الذي قاتل واستشهد، ومن بعده دفعت بابنها الكبير الذي استشهد أيضا، ومن بعدهما ابنها أحمس الأصغر الذي انتصر على الهكسوس وطردهم وحرر البلاد. فكانت أغنية وحوي يا وحوي إياحة حتى الفوانيس التي كانوا يخرجون بها إلى الآن نستخدمها في شهر الكريم شهر رمضان، وهو بمعناها أن هلال القمر رمضان الكريم. ولكن هذا من التراث ومن نبع الذاكرة المصرية التي تتوالد يوميا مع كل حدث وحديث، فينتج هذا الإرث العظيم. وإلى هنا نلتقي في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف